مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تكونوا بألف خير إن شاء الله. هذا الفيديو هو تحليل الإعلان الثاني للحلقة الرابعة عشر لمسلسل ياقوت. ابنة فرايا لم يحدث لها شيء لأن يمن أنقذها في الوقت المناسب. مواجهة خطيرة ما بين يمان وآتيش. يمان لا يتحمل كلام آتيش ويضع المسدس على رأسه، وذلك لأن آتيش قال له: لو أخبرتني بما وقع في تلك الليلة ما كانت فرايا احتمت بي، وما كانت تزوجت بي، وما كنت أنت تزوجت بألينا، رغم أنك تحب فرايا ولا تحب ألينا. يمان لا يستحمل كلامه أبدا. أما بالنسبة لفورال فقد طلب قتل يامان، وذلك أنه كان يريد قتل آتيش، لكن جولفام أخبرته بأن آتيش هو ابنه الحقيقي. لذلك طلب قتل يامان. لكن فرايا تنادي على يامان في آخر لحظة، لأنها رأت القناص، وهكذا يامان لم يحدث له شيء ولم يمت. إذا أعجبكم تحليل الإعلان أتمنى أن تشتركوا في قناتي، وشكرا لكم، وإلى اللقاء إلى تحليل آخر.